ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل غدا او عشاء، او عشان الدنيا صيف وكذا فالناس مش عايزة تقف في المطبخ كتير. هنعمل كفتة سريعة، اتمنى ان هي تعجبكم. انا اسمي سوسنة، لو اول مرة تشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. انا معايا كيلو لحمة، دي 18% من الدسم. تمام. معاي باكنج باودر، معاي فات برضو، حطيت شوية فات. عايزة بقدونس، عايزة كفتة البهارات، عايزة بصلة هبشرها كده، هصفي المية كلها من البصلة. تمام، عشان ايه؟ الكفتة ما تعملش معانا. وده اللي او الفات بتاع الخروف، وده البقدونس معانا زي ما قلت لكم، ربطة كاملة شبعية. ودي بهارات الكفتة، حطيت 1.5 ملعقة من بهارات الكفتة، وحطيت اقل من ربع ملعقة جوز الطيب، ونص ملعقة قرفة، وملعقة صغيرة فلفل اسود زي ما شايفة كده معايا، وملعقة صغيرة باكنج باودر. وبعد كده هحط ملح واظبط الملح. تمام. بعد كده معاي ملعقتين نشا وملعقتين دقيق. ما تخافيش، مش هيبان معاكي النشا ولا الدقيق. ونقلبها كويس، وتقعدي تعجني فيها لغايه لما تبقى فيها كده خيوط. اذا انت يا ستي مش قادره زي انا، جيبي الكبه وافرميها كذا مره لغايه لما تبقى فيها الخيوط، او جيبي جوزك هو يعني يقعد يعجنها لغاية لما تبقى القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتي شايفة كده. طبعا بعد ما انا ضربتها في الكبة مرتين زي ما شايفة كده، شايفة الخيوط دي؟ فدي اهم حاجة عشان تمسك الكفتة معانا. هنريحها، هحطها في التلاجة كده لغاية لما اكون انا عايزة اعمل. ومية البصل مش هجدعها، هستعملها، وهجيب المسن بتاع السكاكين وهعمله. وانا عملتها في الاير فراير، انتي ممكن تعمليها على الفحم، ممكن تعمليها في الفرن، الحاجة المتاحة ليكي. انا عملتها في الاير فراير. بصراحة اللي عمل الاير فراير ده يا سلام، عايز بوسة من هنا ومن هنا. ما علينا، حطيتها في الاير فراير طلعت حلوة. هنشوف مع بعض الفيديو. وعملت سلطة، قطعت شوية بصل مع زي ما شايفة كده، حطيت فيه سماق بدي طعم حلو خالص. ممكن تعمليها سندويتش، ممكن تاكليها كده. عملت طحينة، عيش طبعا، شوية جرجير، وزي ما قلت لك طماطم وبصل وسماق كده. بصراحة كانت غدا او عشاء سريع جدا جدا مع السخانة اللي احنا فيها. لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما نتجي فيديو جديد. باي.